بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات الغريبة جدًا اللي أنا بالاحظها لمّا باقرا الكتب لمؤرخين عالميين زي وولت ديورانت، زي كازاجراند، زي أرنولد توينبي، زي بول كينيدي، اللي هم المؤرخين اللي العالم كله زي شبانجلر. بالاقي عندهم تقدير للتاريخ الإسلامي يصل لدرجة الوله والتقديس. آآ مقارنةً بالمؤرخين بتوعنا أو الناس اللي بيقولوا على نفسهم مثقفين في عالمنا العربي والإسلامي، اللي هم عندهم يعني يا إما استخفاف بتاريخنا وعدم فهمه وعدم تقديره، يا إما طعن فيه. شيء مذهل، شيء يعني أنا على أحد شاشات التلفزيون المصري، في الدولة المصرية، في دولة الأزهر، في دولة التاريخ، في دولة الإسلام، طلع واحد يشتم صلاح الدين، اسمه واحد اسمه يوسف زيدان، ده رئيس مكتبة اسكندرية، يعني راجل منصب في الدولة، في برنامج مع عمرو أديب، وعمرو أديب ما ردش عليه أو ما منعوش أو ما ضربوش بالجزمة مثلا. طلع يقول لك صلاح الدين ده أحقر شخصية في التاريخ. يخرب بيتك، يخرب يعني إيه يعني يعني انا عمري ما تخيلت ان اسمع الكلام ده في يوم من الايام. يعني ممكن تقول صلاح الدين أنا مش موافق على اللي عمله صلاح الدين، او صلاح الدين واخد اكتر من حجمه. يعني العقاد لما سئل ليه كتبت عن العبقريات عن ناس كتير ما كتبتش عن صلاح الدين، انا شفت العقاد في التلفزيون بيسالوه السؤال ده، قال لهم لان التاريخ ادى لصلاح الدين اكتر من حقه من وجهة نظري، وانا لو كتبت عنه هقلل من اللي هو خده، وفبالتالي سكت. شوف الراجل واحد محترم بالعقد، لان احنا محتاجين رموز ونماذج. محتاجين، ده الدول بتدور على كناس عمل حاجه كويسه عشان يقدسوه. احنا يبقى عندنا صلاح الدين الايوبي، اللي شفت انت فيلم مملكه السماء اللي عامله المخرج الانجليزي، يعني يعني شوف تقديسه وتقديره لصلاح الدين الايوبي، مع انه ما ادالوش حقه برضه. يعني حتى في الكاستنج في الممثلين ما اختارش برضو الممثلين اللي شكلهم كويس، اللي شكلهم يعني، مع احترامي للممثلين اللي مثلوا، ما قدمش برضو. لكن شوف برضو احترامه لصلاح الدين وتقديسه لصلاح الدين وتقديره لصلاح الدين. آه فلما تشوف بقى واحد يقول لك صلاح الدين ده احقر شخصيه في التاريخ، يخرب بيتك. يعني احقر من جاكيس خان، احقر من تيمور لانك، احقر من هتلر، يعني يخرب بيتك. ازاي احقر من نتنياهو؟ ازاي اخر شخصيه في التاريخ؟ ليه؟ عمل ايه؟ كل حكايه ان هو الفاطميين لما هو استولى على مصر، الفاطميين هم اللي ضيعوا فلسطين. فطبعا دي دوله جت الدوله الايوبيه غير خلاص شالت الدوله الامويه، الدوله الفاطميه. ايه ده؟ هو الفاطميين دول مصريين؟ الفاطميين دول جايين من المغرب. قال لهم مع السلامه يعني خلاص، انتوا مش هتشتركوا معانا لان انتوا شيعه ومتطرفين وعندهم حاجات مش كويسه. مش هتشتركوا معانا في تحرير القدس لان انتوا خنجر في الظهر. الاسره بقى الفاطميه، الحاكمه الفاطميه، هو عمل فيهم اللي هو ايه، فصل بين الاجناس. يعني خلى النساء لوحدها والرجال لوحدها بدل ما يقتلهم. طب يعني هل ده لا، ده بيتقي شرهم لان هو في وسط معركه. ده هم لما هربوا السودان كونوا جيش 50,000 فارس، وكانوا مستنيين اول ما صلاح الدين الايوبي ده يهاجم يحرر القدس، وهم يهاجموا عليه من الخلف. فهو كان لازم يأمن نفسه. لما تشوف العالم كله يعني بيشوف وولد دورانت بيتكلم عن صلاح الدين ازاي، ده وولد دورانت جاب وصيه صلاح الدين لابنه في كتاب قصه الحضاره، العالم كله قراها، جاب كل حاجه جميله عن صلاح الدين. وولد دورانت المؤرخ هو ليه حاجه عندنا؟ ده راجل بيعترف ان هو كاثوليكي متدين جدا، وفيلسوف امريكي، مش محتاج حاجه مننا خالص، احنا مش بيجاملنا في حاجه. شوف كتب ايه عن صلاح الدين الايوبي، شوف الروائع اللي كتبها عن صلاح الدين الايوبي وتقديره لهذه الشخصيه الاسطوريه. شوف ارنولد ويمبي، شوف الشبانجلر ده يقول لك ايه، ناس اللي هم العلمانيين اعداء الاسلام في مصر دول يقول لك إيه وايه اللي خلاكم تروحوا اسبانيا وتحتلوا اسبانيا؟ يعني شبانجلر فيلسوف الحضاره بيقول لك ده تحرير لاسبانيا من القوط الجيرمان. بيقول لك المسلمين حرروا اسبانيا. شبانجلر بيقول كده. شبانجلر ليه حاجه عندنا؟ ده راجل من من 100 سنه مثلا ولا حاجه، مات ولا حاجه. بيقول لك ده ما كانش فتح، ده تحرير. تحرير، المسلمين حرروا اسبانيا
من القوط الهمج اللي هم كانوا محتلينها مش اهلها. لما يجي ناتو الفرنسي يقولوا له سؤال، ده كان اكبر مفكر في فرنسا في وقته زي فولتير كده، بيقولوا ايه هو اسوأ يوم في تاريخ فرنسا من وجهة نظرك؟ قال لهم اليوم اللي قدرت فيه البربرية الفرنسية بقيادة شارل مارتال انها تنتصر على جيش المسلمين في معركة بواتيه اللي احنا بنسميها بلاط الشهداء، ومنعت فرنسا من الاستفادة بالثقافة الإسلامية كما استفادت بها اسبانيا. لما الناس دي تقول كده، تيجي واحد يقول لك ولا الهباب الطين ده اللي هو ضابط مخابرات العسكريه احمد عبده ماهر اللي هو السبب، ده جاسوس طبعا، ده هو ده اللي كان بيودي الاثار كلها لاسرائيل. يقول لك عمرو بن العاص بن الزانيه مش عارف ايه السفاله دي، ايه الحقاره دي. الناس دي لازم يتحطوا في السجون يا جماعه، دول طابور خامس لاسرائيل، من اول يوسف زيدان، ابراهيم عيسى، احمد عبده ماهر، فاطمه نعوت، سحر الجعاره، عادل حموده، كل دول يتحطوا في السجون. دول طابور خامس صهيوني، طابور خامس صهيوني مع توفيق غاشا طبعا، مع كل الناس اللي دي كلها، دول طابور خامس صهيوني. دول لو حصل حرب دول هيحاربوا مع اسرائيل ضدنا. المؤرخ الامريكي الكبير كاساجراند بيقول، لسه شايف لنا فيديو، بيقول في حاجه غريبه جدا في سيره خالد بن الوليد. بيقول ان هم لما استولى على محرر مدينه حمص من الرومان، تقريبا حمص واستقر فيها، فبعد شويه الرومان عرف ان الرومان بيجهزوا جيش وجايين يهاجموا تاني المدينه عشان يستولوا عليها. كان لسه عماله جامعين الجزيه من اهل حمص. الجزيه دي كلام فارغ، ده دينار كده في السنه ولا بتاع، كلام فارغ يعني. ودي نظير ان هم ما يحاربوش، دي نظير ان انا بامن لك البلد. بيقول لك خالد بن الوليد عمل حاجه غريبه جدا وهو خارج للمعركه. بيقول لك رجع الجزيه، امر عماله بانه يرجعوا الجزيه للشعب، لاهل المدينه. فالعمال استغربوا قوي، الناس بتوعه ازاي، ليه نرجعها ليه؟ قال لهم دلوقتي احنا خارجين نحميهم وندافع عنهم. افرض انهزمنا والرومان جم احتلوا المدينه، يبقى احنا خدنا الفلوس دي بدون وجه حق. احنا خدناها على اساس نحميهم، احنا كده بيبقى خدنا الفلوس. على الاقل لو متنا وما قدرناش نقوم بوظيفتنا تجاههم، على الاقل ما نسرقهمش. الراجل بيقول شيء، انا يعني هو كمؤرخ عالمي بيتكتب عن كل التاريخ الانساني وليه محاضرات ومواقع يقول لك انا عمري ما شفت في التاريخ الانساني حاجه زي كده. وبيحكي برضه حاجه عن عمر بن الخطاب، انا كنت اتكلمت عنها قبل كده، ولما جه يفتح القدس لما الاسقف رفض انه يسلمها الا لعمرو بن عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب جه من المدينه راكب جمل هو والخادم بتاعه. فلما دخل عليه الراجل سوفرونيوس اللي هو كان الاسقف اللي هو حاكم المدينه، فلقى واحد جرر الجمل وفي واحد راكب الجمل، فهو افتكر ان الخليفه هو اللي فوق، فبيقول له انت الخليفه؟ قال له لا، الخليفه هو اللي هو جرر الجمل. فبيساله انت الخليفه؟ لقى هدومه مرقعه ومعاه شوال بلح اللي بياكلوا فيه طول السكه. قال له ايوه انا الخليفه. قال له طب انت مش انت اللي راكب ليه؟ قال له ده الخادم بتاعي، واحنا بنتبادل قياده الجمل اثناء الطريق عشان ما فيش حد فينا يتعب، انا اسوق شويه وهو يسوق شويه. يا راجل ذهل، بيقول لك انا ايه ده؟ وبعدين لما جه بيقول له طب ايه شروط تسليم المدينه؟ قال له الرومان بس يخرجوا، قال له بس. قال له يعني مش هتموت حد من السكان، مش هتموت الرومان، مش هتسلب المدينه، مش احنا كرومان، هو راجل روماني، احنا بنعمل كده، بنخش مدينه بنقتل تلت اهلها ونسلب تلت اهلها ونسرقها. قال له لا لا لا، كل حاجه تفضل زي ما هي، بس الموظفين اللي جايين تبع الرومان يمشوا من البلد. قالوا طيب خلاص خشوا، مش ما عنديش ده انتوا كده زي الفل. وبعدين عمر بن الخطاب ساله عن اليهود، قال له ده احنا مانعين اليهود يخشوا. قال له ازاي؟ لازم اليهود يخشوا. قال له طب فين الهيكل بتاعهم؟ قال له اهو هيكل. لقى الرومان عاملين كوم زباله. ده هيكل سليمان؟ لا لا، بدأ ينظف الهيكل بنفسه. فالجيش بتاعه بدأ ينظف معاه، بدأ ينظف بإيده. قال ازاي؟ فالراجل ذهل كازاجراندي وسفرونيوس وكازاجراندي.
احنا ما عندنا يعني يجي ناس عندنا يشتموا التاريخ الاسلامي. انا مش فاهم إيه دول طابور خامس اسرائيلي. انا بقول دول طابور ابراهام عيسى ويوسف داوود ويوسف زيدان وفاطمه نعوت وسحر الجعاره، دول طابور خامس صهيوني.